بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد من تكنو اب. النهارده عايزين نتعرف على ازاي نقدر نعرف استهلاكنا الشهري من الداتا او الكوتا، بحيث ما نضطرش نزور السرعه ل 256 او ان احنا نضطر ان احنا نشحن الداتا بتاعتنا تاني او الخط بتاعنا. تمام، فاحنا عايزين نعرف لو مثلا واحد سرعته 1 ميجا ومعاه كوتا مثلا 150 جيجا في الشهر، فازاي يقدر ان هو يشتغل على اساس ال 150 جيجا في الشهر وما يضطرش ان هو يتعداها او يخلصوا السرعه بتاعته تنزل. تمام، انا مثلا مشترك على خط 1 ميجا، فهنفتح الموقع بتاع الشركه. تمام، ونيجي على ماي تي اي داتا، نضغط على ساين ان. تمام، لو ما عندكش اكونت يا ريت تعمل عليه اكونت لانه هيفيدك في حاجات تانية. نعمل ساين ان، دخول الاكونت. طبعا كل واحد على حسب السرعه بتاعته، يعني مثلا في 1 ميجا بتدي 100 جيجا في الشهر داونلود الكودا او الداتا بتاعتك، و 2 ميجا مثلا بتديك 200 جيجا في الشهر، على حسب بقى السرعه بتاعتك. كل ما بتزيد كل ما بيبقى ليها كوتا اعلى نسبيا. فاحنا هنتابع ده من خلال الصفحه بتاعتنا. بعد ما بتدخل بتعمل ساين ان، بعد ما بتضغط على ماي تي اي داتا هو بيدخلك على الصفحه بتاعتك. تمام، بصوا يا جماعه، من اول ما اشتركت او من اول 1/11 في الشهر استهلاكي كان 11 جيجا، 11.25 جيجا بايت، يعني 11 جيجا تقريبا في الشهر. تمام، انا على الخط بتاعي مسموح لي 150، انا 1 ميجا، فبالتالي يعني بحاول ان انا ما اخرجش عن ال 150 دولت، بحيث ان يكون السرعه ما تنزلش ل 256 كيلو بايت. وطبعا دي سرعه هتكون صعب ان انت تستخدمها، فهتضطر تشحن. فيا ريت ان احنا نتابع بتاعنا الخط بتاعنا الكوتا بحيث ما نتخطاش. شكرا لكم.